أمير عيد في دواعي السفر طالع إن هو طفل صغير مامته قررت تنفصل عن باباه، وده لأن هي كان عندها طموح تعيش حياة أكبر بكتير وباباه كان طموحه مختلف. وده أثر عليه نفسيا جدا، فقرر إن هو يكبر يشتغل قوي على نفسه، يحاول يعمل فلوس كتير، يحاول يبقى مشهور عشان يوريها إن حياة معاهم حلوة وإن هي المفروض تندم إن هي سابته. عدت السنين والموضوع ده عامل له مشكله كبيره جدا، لغايه لما جت اللحظه ان هو راح وقابل مامته وقال لها كده: انا اشتغلت وجبت العربيه وبقيت المخرج المشهور علشان لما تسمعي عني تندمي وتعرفي ان انت ما كانش المفروض تسيبيني. راحت مامته قالت له: انا لما سبتكم ما سبتكمش عشان عندي مشكله معاكم، انا سبتكم عشان حاجه تخصني، انا كان عندي حلم ان ابقى حد مختلف وابني لنفسي حياه مختلفه، وانا فعلا عملت ده وده كان حقي. لكن ده مش معناه ان انا مش بحبكم، وانا عامه فرحانه جدا بكل حاجه انت عملتها دلوقتي، مستنياك من كتير ان احنا نصلح علاقتنا ببعض. ودي الحاجه اللي انا بلاقيها اوفر اند اوفر في السيشنز مع كلاينت. قد ايه كلاينت واحد انفصل عنها عايشه حياتها بتحاول انها تخس او تغير شغلها او تبقى مشهوره علشان انا نفسي ان هو يسمع عني واخليه يندم. وشخص كان عنده مشكلة مع باباه فعايش حياته بيشتغل وبيحاول يكبر في اسمه ويعمل تايتل كبير قوي عشان يمكن لما باباه يسمع عنه كده اخيرا يعترف ان هو كان شخص ناجح مش فاشل زي ما كان طول عمره بيقول. بس اللي انتوا مش فاهمينه ان انتوا قاعدين بتحطوا نفسكم وجسمكم وطاقتكم وفلوسكم في حاجات ممكن تبقوا اصلا مش عايزينها، وبتيجوا على نفسكم علشان تثبتوا لحد هو اوريدي قرر يختار حياة مختلفة. حاجة هم خلاص غير مهتمين، مش عشان احنا وحشين، علشان هي دي الحياة. احنا مراحل في حياة بعض، مش شرط ان كل شخص يدخل حياتنا نكمل معاه، مش شرط ان كل شخص يدخل حياتنا يبقى مناسب لينا ويقدرنا. عادي ان شخص بعد ما دخل حياتنا ويقرر يبعد عنا وما يقدرناش، ده مش معناه ان انا اوقف حياتي واعيش حياتي بحاول اثبت له حاجة، لان هم مش مهتمين، هم ابتدوا حياة جديدة ودي الحاجة اللي احنا كمان المفروض نعملها. غير كده هتفضل حياتكم واقفة علشان اشخاص انتوا اوريدي ما بقيتوش جزء من حياتهم. لو هو ده اللي انتوا بتمروا بيه بس مش عارفين ازاي تخرجوا من التجربه دي، هنا بيجي دور السيشنز. بتلجأ لكوتش بيساعدك ازاي تموف اون، بيعلمك ازاي تبص لنفسك ولحياتك بشكل مختلف، وما نضيعش اكتر من كده ولا وقتنا ولا مجهودنا، ونركز في الجاي من حياتنا.